كل الانتفاخات بالجسم مرتبطة بالكلى؟ شكرا على هذا السؤال لأن كلش مهم. طبعا أكيد مو كل التورمات اللي بالجسم ممكن يكون سببها الكلى. بعض التورمات ممكن احنا نقول التهاب الجلد سيلولايتس، وممكن تصير بالقدم وتكون شبيهة بتورمات المصاحبة للنفروتيك التناثر الكلوي. بعض التورمات أسبابها قلبية، عدم عمل القلب بصورة صحيحة يؤدي إلى تراكم سوائل بالجسم وتورم القدمين. بعض التورمات تأتي من مشاكل في الكبد أو عجز الكبد، أيضا يكون تورم. بعض الأمراض تجي من خمول أو التورمات من خمول الغدة الدرقية. فمو كل تورم بالجسم ممكن يكون سبب الكلية، لكن الشائع والأكثر شيوعا والأكثر نسبة هو يكون العلاقة هو الكلى، يعني يحدث بكل أعمار. يعني أمراض القلب والكبد والأخرى ممكن تكون بالأعمار الكبيرة أو لاحقا يبين بالعمر. فلهذا نحن نهتم بالكلى بالبداية، وإذا استثنينا هذا الموضوع ممكن نستثني الأمور الأخرى أيضا. زين، ما هو السبب الرئيسي للنفروتيك سيندروم؟ السبب الرئيسي للتناثر الكلوي أو النفروتيك سيندروم أغلبه بالأطفال يكون مناعي، خلل وراثي أو مناعي بوجود نقص من المواد بالتركيبة الداخلية للأنسجة للكلية، سواء إذا وحدة النفرون أو الأنابيب المتصلة المسؤولة على تنقية الدم والشوائب بالجسم. فإذا كان خلل مناعي ممكن يأثر، مثلا داء الذئب الإحمراري SLE، أو نشوانية الكلى، أو جود باستشر، أو روماتيز الدم ممكن يأثر على الكلى ويسبب هذا الشيء. أكو أسباب أخرى، مثلا الأخذ الأدوية بصورة صحيحة. أكو يعني مرات احنا نشوف أسباب التناثر الكلوي يأتي من مسكنات، بعض المسكنات المستخدمة ممكن تأثر على الكلى وتسبب النفروتيك سيندروم. وهذه الأمور يعني بعض الالتهابات الفيروسية ممكن تدخل المريض يعني خروج بروتين عن طريق الإدرار. وبعض الأسباب تكون احنا نسميها مرضية بس هي بناين، يعني حميدة. مثلا إذا المريض دخل بالتهاب الدم الجرثومي، أو امرأة حامل، أو external exercise يعني رياضة عنيفة، ممكن يطلع بروتين كمية قليلة، بس هاي يعني ما يوصل مرات درجتها للنفروتيك سيندروم، لكن تكون مقاربة كمية البروتين خلال 24 ساعة. فممكن يكون لها علاقة، نعم، هاي الأسباب. مهرباني دلسوزيو ليزاني.